حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في خير وسعادة. يلا بينا نشوف قصة النهاردة. فرح دموعها نزلت وهي ما تعرفش هي بتعيط ليه، واللي قطع عياطها اتصال مامتها تاني على التليفون. بس ردت المرة دي، مسحت دموعها وخدت نفس. ايوه يا ماما. ايه يا بنت انت مش بتردي عليا ليه؟ انا تعبت النهاردة في الشغل يا ماما. انت كنت بترني ليه؟ في حاجة؟ ايوه كنت عاوزه اقولك ما تتاخريش النهارده عشان جايلنا ضيوف. فرح استغربت، ضيوف مين؟ ضيوف. ضيوف مين يا ماما؟ ام محمود وجوزها يا فرح. وهم دول ضيوف يا ماما؟ محسساني اللي ميرلين بيقولوا جايه عندنا هي وجوزها، وبعدين اعمل لها ايه؟ ما تيجي يا بنت الجزمه، يمكن جايين يخطبوك لمحمود ابنهم. ايوه يا ماما، محمود مسالك بوليه، هي ناقصه يا ماما؟ هي كلمه واحده، تيجي بدري، فاهمه؟ سلام. فرح اتعصبت. يا ماما، وقفلت مامتها في وشها السك. اوف، هو انا كنت ناقصة؟ ولو ما روحتش بدري ده ممكن تقطع ابو ورد عليا. اعمل ايه؟ ربنا يستر. وراحت فرح على مكتب يزي. بس يا سيدي، المهم اتبع مع فرح عشان شكلها هبلة ومش هتعرف تعمل حاجة. والله يا عم دي غلبانة وشاطرة وشكلها بتخاف منك قوي. هي من جهة انها بتخاف مني فهي فعلا بتخاف مني. والله حرام عليك اللي انت بتعمله فيها ده. خبطت فرح ودخلت وهي خايفة. أستاذ يزن، أنا عايزة أروح بدري. هو في يا فرح؟ آه، أيوة حضرتك، أنا كنت عاوزة. فهد بيضحك على خوف فرح وقال لها اتكلمي يا فرح، ما تخافيش، عاوزة ايه؟ بصراحة كده أنا عاوزة أروح، أحسن لو ما روحتش أبو وردة هيكون في انتظاري. يزن وفهد كانوا هيموتوا من الضحك وسألوها أبو وردة مين. أصلكم ما تعرفوش أبو وردة، ده شبشب رؤية يا أمي، بيوجع قوي. بس يخرب بيتك، ايه ده؟ امشي الله يخرب بيتك انت وأبو وردة يا شيخة. يزن اتعصب عليها وفهد كل اللي عليه انه عمال يضحك. الله يكون في عونك يا يزن باشا. اهو يا عم فهد عشان تصدقني. طب اروح ولا ايه؟ روحي واعملي حسابك انك هتحضري الحفلة معانا بكرة. فرح اتصدمت. حفلة؟ ايوه، ويلا اتفضلي، احسن والله ممكن ما اخليكيش تروحي. لا يا اسطى، انا مشيت خلاص. يا اسطى، الله يخرب بيت تعليمك يا شيخة، وربنا انا شكلي هرفدك قريب. لا والنبي يا استاذ يزن. يزن اتعصب من عياط وصوت فرح. امشي يلا امشي. طلعت فرح تجري من المكتب وفهد فطس من الضحك. يا ابني والله ده طير لك برج من دماغك يا يزن. يا شيخ دي فظيعة. خرجت فرح من المكتب وهي بتكلم نفسها. شافتها هبة زميلتها، وفرح بتعتبرها أختها الكبيرة لأن هبة أكبر من فرح. في إيه يا فرح؟ خير، انت بتكلمي نفسك؟ الحقيني يا هبة، أنا مش عارفة أعمل إيه. في إيه يا فرح؟ قلقتيني. انت تعرفي إن الشركة عاملة حفلة بكرة؟ أيوة يا بنتي، مالها؟ أستاذ يزن عايزني أروح الحفلة. بس وفيها إيه؟ ما انا ما عنديش لبس اروح بيه اصلا يا هبة، وعشان كده ما كنتش عايزة اروح. بس كده؟ وعمالة تكلمي نفسك وعاملة كده في نفسك عشان اللبس؟ امال ايه يا اختي، هي دي حاجة عادية؟ بصي يا ست، انت تجيلي بالليل وانا هتصرف. هتعملي ايه يعني يا هبة؟ طيب يا هبة ماشي، انا همشي دلوقتي عشان ماما، وبعدين هكلمك وهبقى اقولك هاجي امتى. خلاص قشطة. وصلت فرح عند البيت في الحارة، وهي ماشية سمعت حد وراها بيصفر لها. بصت وراها لقيته محمود ابن الجيران اللي هيتقدم لها. ايه ده؟ انت بتنده على العصفورة ماشية قدامك؟ امال هقول ايه؟ ما تقولش وسيبني اطلع. انت عارفة ان امي وابويا جايين النهاردة ليكي؟ فرح بعصبية. ايوه عارفة، واسمع بقى يا دكتور المسالك البولية، انت طلعني من دماغك لزعلك. بس انا بحبك يا فرح. فرح سابته ومشيت. ايه يا ماما ده؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ في ايه يا بت؟ في ايه؟
ايه اللي انت عاملاه في الشقة ده يا ماما؟ قلبة كل حاجة على بعضها ليه كده؟ بروق يا اختي، ويلا اتجدعني كده وغيري هدومك وتعالي معايا يلا عشان تروقي. لا مع نفسك يا ماما، انا هدخل انام. والله يا فرح، لو ما دخلتيش دلوقتي غيرت هدومك في دقيقتين وجيتي لكم مقطعه الشبشب على دماغك. لا يا ماما، كله الا بوردة، امري لله. ودخلت فرح عشان تغير هدومها. ودخلت فرح وخرجت وغيرت هدومها، وكان منظرها مضحك قوي. كانت لابسه جلابيه قصيره والوان كده غريبه مدخلاها في بعضها. وجابت المعشة وابتدت تروق، وكانت بتغني وبتقول: أنا عندي فرشة أروبة ليها شعر صغنون، ومعاها أنبوبة بتطلع معجون، أخب من ده على ده ولمع سناني، الصف التحتاني من فوق لتحت، والصف اللي فوق من تحت لفوق، وبكده لا بتتلوث أسناني ولا بتسوس، وابتسامتي جميلة وبضحك كر 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 كر. صبرني يا رب على اللي مش هتكبر ابدا. لا مش هكبر يا ماما، ولو في حاجة في دماغك يا ماما مش هتحصل. حاجة ايه يا بت؟ ان اتجوز دكتور المسالك البولية يا ماما. مامة فرح قلعت الشبشب وطلعت تجري وراها. عدى اليوم وجه الليل وخبط باب الشقة بتاع ام فرح. ام فرح فتحت الباب، وكانت ام محمود وجوزها ومحمود كمان. اهلا وسهلا يا اختي، اتفضلوا. يا حبيبتي يا حبيبتي يا ام فرح يخليكي. هو تعبين نفسكوا ليه بس؟ اتفضلوا. ودخلوا كلهم في غرفة الجلوس. عامل ايه يا دكتور محمود؟ الحمد لله يا طنط. امال فين فرح يا اختي؟ هنده لها حالا يا اختي. مامة فرح داخله لها. هي قطعك يا بت، انت لسه ما لبستش وقاعده بتلعبي على التليفون؟ هي يا ست هما مش جايين يشربوا معاك انتي؟ انا مالي بقى. هو معاك انت كمان؟ ما انا مش بحب الشاي. فرح قومي، لا والله ما تخلينيش اتعصب عليكي. طب يا ماما يلا. انت هتخرجي كده يا فرح؟ خلاص يا ماما، لو مش عاجبك هقعد ومش هخرج. وقعدت فرح تاني على السرير. اصوت منك يا شيخة. عاجبني عاجبني، غوري اطلعي يلا، هما يقولوا عليا انا اللي معفنة. يا رب يا شيخة يقولوا عليا معفنة ويمشوا. والله يا فرح، لو قلتي ادبك لكم مخلصة عليكي. اهو اريح يا شيخة. سلمت فرح على الكل وبعدين قعد. بصي بقى يا ست ام فرح، احنا عاوزين فرح لمحمود ابن. نعم يا اخويا. امها قامت وقعدتها تاني، واتصدم الكل من رد فعل فرح، وام محمود لوت بقها وقالت لهم: ايه يا حبيبتي، هو انت مش موافقة؟ كانت لسه فرح هترد، بس مامتها اتكلمت قبلها وقالت لها: لا يا اختي، هو احنا نطول؟ موافقة طبعا. الصدمة نزلت على فرح. فرح من كتر الصدمة جريت على أوضتها وهي عمالة تعيط. لا مؤاخذة، دقيقة وجاية. ودخلت مامة فرح ليها أوضتها. أنا مش هتجوزه يا ماما، فاهمة؟ مش هتجوزه. اخرسي يا بت، ماله محمود؟ أهو يشيل عنك القرف اللي انت فيه. يا ماما أنا حابة كده، انت ايه اللي مزعلك؟ يا بنت أنا مش هعيشلك كتير، وافقي يا فرح عشان خاطري، خلينا اطمن عليكي يا بنتي. فرح بصت في الأرض بحزن وقالت لها: يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هتوافق ولا لأ؟ استنوني إن شاء الله القصة الجاية. وممكن لايك، واللي مش مشترك يدوس اشتراك.